بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الفيديو السادس من السلسلة بتاعتنا وهي Learning Programming with Python. وحقيقي أنا متحمس جدا وأنا بقدم لك الفيديو دوت خصيصا ليه؟ لأن الفيديو ده النهاردة احنا هنبدأ أخيرا في البايثون بتاعتنا. الفيديوهات اللي قبل كده احنا كنا بندي introduction to programming، ازاي الكمبيوتر بيفهم الحاجات دي، بحيث ان احنا نمهد اصلا يعني ايه كلمة برمجة قبل ما نخش في البرمجة. واخيرا بقى النهاردة هنخش في البرمجة. والسبب التاني ان انا متحمس عشانه مش ان احنا نخش في البرمجة بس، لا، ان انا بقدم لك واحد من اتقل الكتب اللي موجودة في البايثون حاليا. وزي ما انت شايف قدامك في الصورة، الكتاب اتباع منه 1.5 مليون نسخة لحد الان. فهو كتاب رائع دسم مليان مشاريع مليان معلومات، كتاب فوق كلمة رائع. هنبدأ النهاردة في شابتر 1 في الكتاب بتاعتنا بعنوان Getting Started. طيب ايه هي البوينتس المهمة جدا اللي انا هركز لك عليها في الشابتر دوت؟ دي البوينتس اللي احنا هنركز عليها في الشابتر، وهو اول حاجة عندنا سيت اب الانفايرمنت، اللي هو دلوقتي احنا عايزين نشتغل بايثون، فهننزل اصلا البايثون وهننزل المكان اللي هنكتب فيه البايثون. وتاني نقطة عندنا وهي running hello world، دي عبارة عن ايه؟ هنعمل اول بروجرام لينا وهنشوف ايه الدنيا والكلام بيمشي ازاي، وبالفعل هنلاقي نتيجة اللي احنا عملناها النهاردة، ودي هتبقى اول نتيجة فيها بروجرامينج. وتالت نقطة عندنا حاجة اسمها الترابل شوتينج. وايه هي الترابل شوتينج ديت؟ دي انت لما تقابل مشكلة تعمل ايه؟ هتقولي طب احنا لسه مش هنقابل مشاكل. هقولك دلوقتي هنعمل مشكلة ونشوف هنتعامل معاها ازاي وهنبص عليها ازاي والكلام ده كله. واحنا اصلا قدام هتقابلنا مشاكل وهما انواع من المشاكل، وهقولك في كل مشكلة احنا بنتعامل معاها ازاي والكلام ده كله واحنا شغالين في الشابترز اللي جاية. ورابع حاجة عندنا وهي running from terminal، اللي هي النافذة اللي انت لما بتشوفها كده الناس بتفتكرك هاكر، وانت بتفتكر اللي بيكتب عليها هاكر، واللي هي ايه؟ اللي هي ال CMD، اللي هي الشاشة السوداء اللي احنا بنقعد نكتب فيها دي والكلام ده كله. يلا بينا نبدأ بأول نقطة عندنا وهي ال Setup Environment. هنروح دلوقتي، احنا دلوقتي محتاجين حاجتين، محتاجين البايثون ومحتاجين المكان اللي هنكتب فيه البايثون. طب ما انت لسه قايل لي من شويه ان انا ممكن اكتبها في السي ام دي. هقول لك بس الموضوع دوت يعني مش سهل شويتين. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا ان هو معمول للحاجات الصغيره شويه، مش هيفيدني قوي في المشاريع الكبيره والكلام دوت. فاحنا اول حاجه هنعملها هننزل اللغه اللي احنا هنشتغل بيها. فهنروح على هنا، هنعمل داونلود للبايثون. كل طبعا اللينكس ديت هكون سايبها لك في الديسكريبشن زي ما انت اتعودت مني. دلوقتي نزلت معانا البايثون، عايزين بقى نروح نسطبها على الجهاز بتاعنا. هنعمل دلوقتي هنا بيقول لك انستول ناو، لا احنا عايزين نعمل كاستمايز للانستليشن بتاعنا. يلا بينا نروح نعمل كاستمايز. احنا دلوقتي اهم حاجة عندنا كل دول ما عدا واحدة مش فارقة معايا قوي، فاحنا هنشيلها اللي هي باي لانشر. بعد كده هنعمل نيكست. هنا احنا عايزين عندنا حاجتين. بص، اول حاجه كرييت شورت كات ديت ان هو هيعمل لك شورت كات بره في الديسكتوب بتاعك. طب احنا عايزينها؟ لا، في الواقع احنا مش عايزينها، لان احنا اصلا هنشتغل على ايه؟ زي ما قلنا هنشتغل على الاديتور، فاحنا مش عايزينها، فممكن نلغيها. بس عندنا حاجه اسمها add python to environment variables، ودي احنا محتاجينها، ودي مهمه جدا. ليه؟ لان دي اللي كمان شويه هي اللي هتخلينا نعمل run من ال CMD. هنا طبعا ده المكان اللي انت بتختار فيه ان انت تنزلها. مثلا انا مش عايز اختارها، مش عايز انزل في السي، انا عايز اروح انزل في الدي عندي. يلا بينا نكمل. هدوس اوكي، انستول. حاليا زي ما انت شايف هي بتنزل عادي جدا. طيب تمام كده، هو نزل بالفعل. عايز اتاكد بقى ان هو نزل، هدوس كلوز. هروح على السي ام دي، بتكتب في السيرش. تعالى اجيبهولك عشان انا كنت فاتحه من شويه. بتيجي هنا بتكتب في السيرش عادي جدا، بتكتب سي ام دي كومنت برومبت. تفتح الكومنت برومبت، هتكتب فيه بي واي فيرجن. هتدوس انتر، هيقول لك بايثون 3.13.7 اللي هي بالفعل اللي احنا لسه منزلينها حالا. كده انت تمام واتاكدت والدنيا زي الفل، واحنا كده نزلنا البايثون بتاعتنا. طب ايه تاني ستيب دلوقتي هنعملها؟ هنروح ننزل الاديتور اللي احنا هنكتب عليه. زي ما قلت لك من شويه انا محتاج حاجتين، محتاج اللغه والمكان اللي هكتب فيه اللغه. فانا هروح دلوقتي انزل الاديتور، ده الموقع بتاعه. هنروح على ويندوز داونلود، هتلاقي دلوقتي على طول الداونلود بيتعمل بالفعل. يلا بينا دلوقتي هنروح نسطب الاديتور بتاعنا. هنفتح ملف التسطيب بتاعنا، بعد كده هنعمل accept next. ماشي، انت ممكن تسيبه في السي او تغير المكان اللي انت عايز تحطه فيه. انا هسيبه في السي زي ما هو عادي. next. طيب دلوقتي هنا هو بيقول لك ايه؟
بيقول لك add to path، دي اهم حاجة تكون عاملها. وانا عايز اعمل له كمان create desktop icon، مش لازم نعمل اللي قبل الاخيرة ديت. next install. هو بس هينزل معاك الاديتور عادي جدا، مفيهوش اي حاجة، هي الحاجة بس اللي فيه الغلسة شوية ممكن تكون جوه. نزل معانا اهو البرنامج، وزي ما انت شايف دي الواجهة اللي طلعت لي، بس هي الفكرة ان انا كنت شغال عليه قبل كده، فغالبا مش هي دي الواجهة اللي هتطلع لك. طيب انت ايه اللي هيطلع لك؟ انت هيطلع لك في الاول فوق على اليمين مثلا في المكان ده اللي انا بعمل لك عليه بالماوس دلوقتي، هيطلع لك فيه اللغات البرمجة اللي هو بيدعمها، هتلاقي واحدة منهم بايثون، هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها هيطلع لك مسج تحت على اليمين، دوس اوكي او دوس انستول على حسب اللي هيطلع لك في الفيرجن اللي انت بتتفرج عليها في الفيديو دوت. هتدوس هنا مثلا انستول، كده انت نزلت بايثون. بعد كده هتعمل ايه؟ هتروح على الاكستنشن، عايز بقى تتأكد وعايز تشوف هل بايثون نزلت فعلا عندك ولا لا. بص الاكستنشن اهي موجودة تحت عندي على الشمال، او ليها اختصار كنترول شيفت اكس. طب هتكتب هنا ايه؟ هتكتب هنا بايثون، فهتلاقي في شوية حاجات اهي البايثون قدامك، منهم ايه؟ بايثون لوحدها. ممكن تلاقي معمول لها disable، فانت هتعمل ايه لو لقيتها disable؟ هتعمل لها enable، اللي هو عايز تفعلها عشان بالفعل تبدأ تشتغل بيها بعد كده. دي كده اول حاجة عندنا هنعملها في الاديتور بتاعنا. طب عايزين نعمل ايه تاني؟ من الفيديو اللي فات كنا قايلين ان احنا عندنا حاجة اسمها compiler وانتربريتر، الحاجة اللي هي بتترجم او بتفسر للكمبيوتر اللي احنا بنكتبه علشان يوصل له في صورة zeros و ones. كلام جميل، كلام عظيم جدا. عايزين بقى احنا دلوقتي نقول له اختار الانتربريتر بتاعك اللي انت هتعمل بيه دوت. فهنرجع فين؟ هنرجع مثلا للفايل، هنرجع لأي مكان، هندوس كنترول شيفت بي اللي هي معصاية من تحت، هيطلع عندي كده. فأنا عشان كنت كاتبها في الأول فهي هنا، بس احنا ممكن نكتبها عادي تاني، بايثون select interpreter. هتدوس هنا، فهو هنا ايه بيقول لك الانتربريترز اللي عندك ايه. انا عشان عندي هنا اكتر من بايثون كنت منزلها، فانا عندي اكتر من اوبشن، اما انت يبقى عندك اوبشن واحد بس اللي هي اللي احنا لسه منزلينها بالفعل. فانا مثلا هو اهو بيقول لي دي ريكومندد من عندك، هختارها عادي جدا. خلاص انا كده اخترت الانتربريتر بتاعي. طب انا دلوقتي عايز اروح اعمل مكان علشان نبدا اول بروجكت بتاعنا، او اول سؤال عندنا، وهو ازاي نطبع الكلام اللي احنا بندخله للكمبيوتر. هنروح دلوقتي، ده انا كنت فاتحه قبل كده ففكك منه، يلا نعمل واحد جديد. هنعمل فايل open folder. دي كده الفولدر بتاعي بيكون السبيس اللي انا بكتب فيها الكود بتاعي. ممكن نعمل نيو فولدر ماشي في الديسكتوب في اي مكان، هنسميه مثلا hello. دوس انتر، دوس ادي select الفولدر. كده انا عامل سبيس، السبيس دي انا ممكن احط فيها اي كمية فايلز انا عايزها، يعني مفيش اي مشكلة خالص. اللي هو انت بتحط، عايز تعمل فايل اسمه هلو، عايز تعمل فايل اسمه جيم، عايز تعمل فايل اسمه سنيك، الحاجات دي كلها. المهم ان انت عندك كلهم كمان ممكن تربطهم ببعض، والموضوع هيبقى سهل جدا، سبيس كاملة ليك ان انت تكتب فيها. طب دلوقتي عايز اعمل فايل بقى عشان اكتب فيه، هعمل ايه؟ هاجي واقف هنا، هتلاقي ايه علامة الفايل اهي، هتدوس فايل. دلوقتي بيقول لك سمي لي الفايل ده، مثلا انا عايز اسميه hello دوت بي واي. دوت بي واي دي بقى ايه؟ ده الاكستنشن بايثون اللي انت بتعرف الكمبيوتر ان الحاجه اللي انا هكتبها جوه الفايل ده هي بايثون، فانت افهمها على انها بايثون عشان بعد كده تدخلها على الانتربريتر وتترجم لاصفار ووحايد عندي. هدوس انتر. فهنا هو بيقول لك ايه دلوقتي؟ احنا زي الفل، يلا بينا نبدا بقى نكود. كنا قايلين ان احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نطبع hello world. تمام، هنطبعها ازاي؟ قلت لك من شويه بايثون لغه سهله جدا ولذيذه جدا في الموضوع ده. انت عايز تقول له اطبع، فعندنا فانكشن بالفعل اسمها اطبع، وهنخش طبعا في الفانكشنز بعد كده هي يعني ايه، مع اننا كنا شرحنا هي يعني ايه في السكراتش، بس برضه هنشرحها وهنخش فيها نتعمق جدا فيها في الكودينج، لان هي مبدأ مهم جدا جدا جدا. طيب يلا بينا. هنكتب ايه؟ هنكتب برنت، ادي هو طلعها لك. طيب برنت دي بتاخد ايه؟ بتاخد كلام جواها. بنعمل ايه؟ هنعمل قوسين. اي دالة في البرمجة عامة بتتحط ما بين قوسين الحاجات اللي انت هتحطها جواها. طيب دلوقتي انت عايز تقول له ان انت هتدخل له نص، انت عايز تدخل له نص عشان هو يطبع نص.
فاحنا عندنا حاجة اسمها كوتيشن ماركس. طب كوتيشن ماركس دي اصلا معناها بالعربي ايه؟ علامات تنصيص، اللي هو انت عايز تقول له ان اللي انا هديهولك دلوقتي ده نص، فانت لما ترجعهولي رجعهولي في صورة نص. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط علامتين تنصيص، وبعد كده هنكتب جواهم ايه؟ هنكتب جواهم hello world. كده احنا زي الفل. طب عايزين بقى نشوف نتيجة الكلام بتاعنا ده، هنشوفها ازاي؟ لو انت دوست على هنا العلامة ديت، هو هيقول لك ان هو شغل الكود، بس مش هيطبع لك الهلو وورلد. تمام؟ عشان يطبع لك الهلو وورلد انت محتاج ما ترنش من الاوتبوت. بس انا هقول لك بعد كده حاجة في السيتنج في الفيديوهات اللي جاية هتخلينا نران عادي من العلامة ويروح على التيرمينال على طول. احنا عايزين التيرمينال هو اللي يتران فيه بعد في الوقت دوت علشان يطبع لنا ويورينا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هندوس هنا، هنعمل رن للبايثون فايل كله. هتدوس رن للبايثون فايل، طبع لك بالفعل اهو هنا hello world. كده احنا واخيرا عملنا اول حاجة لينا بالكودينج، ولسه في حاجات تانية كتير جدا جاية قدام ومسائل كتير هنحلها مع بعض، وهتحس بقد ايه الموضوع جميل جدا. طيب عايزين دلوقتي بقى نعرف يعني ايه كلمة trouble shooting. طب بص هقولك دلوقتي، احنا دلوقتي لو مثلا كتبنا مثلا برنت من غير التي ودوسنا رن، ايه اللي هيحصل؟ مش خلينا نرن من التيرمينال. ايه اللي هيحصل؟ ما طبعش عندك ليه؟ قالك عندك مشكلة في اللاين الاولاني name error name print is not defined. الفانكشن دي هي مش defined عنده، وقام ساعدك بعدها كمان، يعني هو بيساعدك did you mean print؟ هل انت قاصد تطبع؟ فهتقول له هتقول له دي ازاي؟ هتروح ان انت تغيرها بقت print. دوس بعد كده، عايزين الاول ندوس كنترول اس، مندوسناش كنترول اس. كده هو هنا اشتغل، عايزين نشغله في التيرمينال. بالفعل الكود اشتغل. ده معنى كلمة ترابل شوتينج، ان انت حصل لك مشكلة، فانت بتعمل ايه في المشكلة؟ انت بترجع بقى فوق بتبص، هو بتقرا الايرور اللي هو كاتبه لك تحت وبتشوف. يعني دلوقتي هو قال لك اللاين واحد فيه مشكلة، احنا عشان دلوقتي عندنا لاين واحد بس، بعد كده لما يبقى عندنا 30 50 60 لاين، هيبقى مثلا لما يقول لي لاين 36 هاجي انا طالع باصص في اللاين 36. طب ايه المشكلة؟ ممكن تكون ناسي قوس، ممكن تكون كاتب حرف غلط، وهكذا. دي نبذة عن الترابل شوتينج، وفي انواع من الايرورز اصلا كمان غير الموضوع ده هنبقى نتكلم فيها بعد كده. طيب دلوقتي اخر بقى حاجة عندنا في الشابتر وهي السي ام دي. زي ما قلت لك من شوية، الحاجة اللي الناس لما بتشوفك بتكتب عليها بتحسب ان انت هاكر والكلام ده كله. ده الموضوع ده اوقات سهل خالص ولذيذ، واحنا مش هنستخدمه في معظم الاوقات، بس احنا ملتزمين بالشابتر بتاعنا اللي انا بقولك انا باخد اهم الحاجات منه، ودي حاجة ليست هينة يعني. فيلا بينا نروح نشوفها. بص معايا يا صديقي، احنا دلوقتي علشان نشتغل في السي ام دي بتاعنا، احنا هنبقى محتاجين دلوقتي ان احنا ايه؟ اول حاجه هنقول للسي ام دي بتاعنا افتح الفولدر اللي احنا شغالين فيه، زي بالظبط ما عملنا في الفي اس كود. مش انا قلت لك علشان تشتغل بتفتح المساحه اللي انت بتكتب فيها في الاول؟ انا دلوقتي بعمل نفس القصه، بقول له افتح لي المكان اللي انا كتبت فيه دوت عشان هات لي الحاجه منه. طب هنفتح ازاي؟ عندنا امر اسمه سي دي، كتبت الامر دوت، وبعد كده بعمل ايه؟ بديله الباث بتاع الفولدر اللي انا كاتبه عندي. يلا بينا نشوف الموضوع دوت. بنجيب الباث ازاي؟ هو الفي اس كود اللي انت كنت لسه كاتب فيه هو بالفعل بيديك الباث اهو. انت ممكن هنا بس بكل بساطة تروح تاخده كوبي وتحطه في السي ام دي على طول بيست، بعد كده تدوس انتر. كده هو بالفعل اهو بيقول لك فين هو واقف، عند سي يوزر، اسم اليوزر بتاعك، وبعد كده الفولدر اللي اسمه هالو. طب احنا عايزينه بقى دلوقتي يرن الابلكيشن بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنقول له بايثون، اللي هو دلوقتي انت عندك الفايل بايثون، وهنديله اسم الفايل بتاعنا اللي هو كان اسمه hello دوت دي واي. لازم برضه تديله الاكستنشن معاه. بعد كده هتدوس انتر، قام طابع لك هنا في السي ام دي زي ما انت شايف، طبع لك ايه؟ طبع لك الهلو وورلد بتاعتك. طيب يبقى احنا كده في الفيديو دوت اللي هو اول في الفيديو في البايثون بتاعنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا اول حاجة ان احنا ازاي اللغة بتشتغل. علشان نعرف نكتب احنا بننزل اللغة وبعد كده بنسطب الاديتور بتاعها. وفي حاجات ثانية اسمها IDEs لو انت حابب تشتغل عليها، زي باي شارم، بتكون نسخ مخصصة اكتر للغة معينة. يعني مثلا باي شارم هو انت بتكتب عليه بايثون،
مش بتكتب مثلا زي هنا الفي اس كود بتكتب فيه سي بلس بلس، بتكتب بايثون، بتكتب جافا، بتكتب اكتر من لغة. لا، هو هناك مخصص للبايثون، فالبيئة بتاعته بتبقى داعمة اكتر بكتير جدا للبايثون. فاللي عنده بايت شارم دي حاجة كويسة. بس انا بفضل ان احنا نشتغل في الاول على تكست اديتور، لان هو بيكون اصعب فانت بتتعلم اكتر. ايه الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهارده؟ اتعلمنا ان احنا ازاي نعمل سيت اب للانفايرمنت، اتعلمنا نعمل راننج لهالو وورلد، وعرفنا يعني ايه برنت ويعني ايه علامات تنصيص اللي احنا بنستخدمها كتير جدا، ويعني ايه اقول للكمبيوتر ان انا دلوقتي عايزك تطبع لي النص دوت، وهكذا. اتعلمنا الترابل شوتينج، واخيرا وليس اخيرا اتعلمنا الراننج بايثون فروم تيرمينال. واستنونا ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه، هيبقى كمان في تاسكس بعد كل شابتر من الشابتر اللي جاي، وهيبقى في كمان فيديوز بننزلها علشان نحل فيها مشاكل، عشان نبني المينتاليتي بتاعت البروجرامر الكويس. وبس كده، لو بتكمل الفيديو معايا لحد اللحظة ديت فأشكرك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب.